السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ومتابعيني أينما كنتم، إن شاء الله تكونون بصحة وسلامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله نسوي فطار البيض بالخضروات. طبعا أكلة كلش صحية ومفيدة ومكوناتها كلش بسيطة، وهذه الأكلة تصلح للفطور للغداء، أكلة سريعة ويمكن تحضيرها بخلال 5 دقائق. المكونات اللي أحتاجها بهذه الخلطة: أحتاج 3 بيضات، أحتاج بهذه الخلطة جزر مبروش، ثوم مبروش، كرفس مقطع قطع صغيرة. أحتاج بهذه الخلطة أيضا فلفل ألوان، أنا خليت فلفل أخضر وأحمر حسب ما موجود جوا إيدي، قطعته قطع صغيرة. بصل، حبة بصل مقطعتها قطع صغيرة. أحتاج هنا بهذا الخلطة ضفت فقط فلفل أسود وملح. ضفت للخلطة استكان حليب سائل، وضفت 3 ملاعق من الطحين، ويمكن استبدالها ب3 ملاعق من النشا، ماكو مشكلة. أخلط هذه المكونات كلها مع بعضها خلط جيد. لا تنسون تكملوا الفيديو للنهاية حتى تشوفون طريقة العمل. وطبعا الطعم مالته كلش طيب، وبالإضافة لذلك صحي. ولا تنسون أن الصلاة على محمد وآل محمد بنهاية الفيديو. هسه نحتاج طاوة أضعها على النار حتى تسخن، ثم أدهن وجه الطاوة بالزيت، ثم أضع الخلطة. أحتاج هنا أضع شمشة ونص من الخلطة بالطاوة وأساويه بشكل متساوي. أحركه، أتركه لمدة دقيقة على النار مع المراقبة حتى تستوي الفطائر من الأسفل، ثم أقلبها على الوجه. ما شاء الله، شوف الشكل مالتها والمنظر شهي ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أدهن الوجه بالزيت حتى يعطيه لمعان. طبعا أكملها كل الكمية بهذا الشكل. شو ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا جربوها، طعمها كلش طيب وصحي بنفس الوقت، وما تحتاج زيت. يعني هذا الشكل مالتها ما شاء الله. ثم اقلبها على الجهة الثانية، شوف المنظر مالتها. لا تنسون لايك واشتراك للقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتي. هذا شكلها ما شاء الله، طعم مالتها كلش طيب. جربوها، ولا تنسون كتبوا لي بالكومنت شنو اعطونا رأيكم بها.